أهلا بيكم في قناة بيت الحواديت. هنا هنعيش مع بعض أحلى الحواديت والقصص اللي هتخليكم في عالم تاني. لو بتحبوا الحواديت ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وشير عشان توصل لكم كل الحواديت الجديدة. يلا بينا نبدأ. يحكى أن في غابة بعيدة كانت الحياة بتمشي على هداها، شجر بيحاكي السما، وورد بيرقص مع الهوا، ونونو عصفور صغير قلبه خفيف وصوته بيرن زي نغمة مطر أول الشتا. بس نونو كان واخد الحياة من ناحية تانية خالص، كان شايف إن الشغل للناس اللي ما عندهاش جناحات، وإن التعب حاجة مش لازم يجربها طول ما الغنى بيطير بصوته. نونو بيغني ويقول: أنا نونو الحر الطيار، لا أشيل ولا جري ولا نجار، وكل ما حد يطلب منه حاجة يلاقيله عذر ألطف من النسيم. السلحفاة تقوله: يا نونو ظهري مش مستحمل، ساعدني أشيل الورق ده. نونو يرد ويقول لها: ورق ايه ده شكله محتاج حمل، ده انا صوتي بيتعب من اقل هوا، معلش يا طنط سلحوفة، انا في مهمة فنية. الارنب يجري يقوله: يا نونو في جزر لازم يتخزن قبل الليل، تعالى ساعدني. نونو يقوله: وهو الجزر بيطير؟ طيب استناني لما اطير حواليه الاول. هو ما كانش بيكسل من قلة أدب، لأ، نونو كان بريء بس منعزل عن فكرة إنه يشارك، وده أخطر من الكسل. الغابة بدأت تحس إن فيه صوت حلو بس ملوش أثر، لحد ما في يوم الطبيعة قررت تعلمه بطريقتها الخاصة. عاصفة غيرت شكل السما، الريح صرخت في وش الشجر، ونونو طار من فوق شجرته وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. فجأة نونو يقول: عشي، وقع على الأرض مبلول متلخبط وصوته اتكتم للمرة الأولى. نونو بيقول: كل حاجة راحت، أنا كنت طاير دلوقتي وقعت، كنت بغني دلوقتي مش عارف أغني. نونو قعد في ركن من الغابة، جناحاته لازقة وعيونه فيها دموع، مش من المطر بس، من حاجة كمان تانية اسمها الوحدة بعد الراحة. وفجأة سمع صوت صغير ماشي بهدوء كده زي دقة قلب صبورة، صوت النملة نانا بتقوله: مالك يا نونو، ايه اللي رمى جناحاتك على الأرض؟ نونو يرفع راسه يلاقي النملة وهي شايلة حبة أكبر منها بس مش بتشتكي. نونو قال لها: العش بتاعي اتكسر وأنا معرفش أعمل عش من جديد. نانا بتبتسم وتقوله: طيب كويس. نونو متفاجئ يقول لها: كويس؟ ده عش طار، الدنيا خدت كل حاجة. نانا قالت له بهدوء: يعني عندك بداية جديدة اهو، فرصة عشان تبنيه بإيدك وتعرف تحبه بجد.
نونو بص حواليه وهو مش فاهم ازاي النملة الصغيرة دي بتتكلم كلام كبير كده. نونو قال لها: وانتي ازاي عندك القوة دي؟ ازاي مش بتخافي من المطر؟ نانا قالت له: انا بخاف بس ما تعودتش اقف. انا نملة وده معناه ان اتولدت في فريق. احنا ما نعرفش نعيش لوحدنا. الحب هو انك تبني لغيرك قبل ما تبني لنفسك، والقوة انك تختار تكمل حتى وانت مرهق. الكلام دخل قلب نونو زي نقطة شاي سخن في عز البرد. نانا كملت وقالت: بص، احنا هنساعدك، انا وهجيب لك الارنوب وسلحوفة وسنجوب، بس لازم تساعدنا، مش عشان احنا عايزينك، لا، عشان انت اللي محتاج تتعلم. نونو قال لها: انا مش عارف اعمل ايه، عمري ما ساعدت حد. نانا بتضحك وتقوله: ولا يهمك، ولا نملة كانت بتعرف تشيل جبل في اول يوم ليها. تعالى وهنبدأ سوا. نانا بدأت تنادي أصحابها، صوتها صغير بس كأن الغابة كلها سمعته. نانا بنشاط تقول: أرنوب، سلحوفة، سنجوب، تعالوا بسرعة، في شغل مهم ومحتاجين نونو معانا. الأرنب بسرعة: أنا جيت، يا رب الشغل ما يكونش على الأرض. السنجاب قال: أنا شايل شوية عيدان جاهزين لو حد عايز. كلهم لفوا حوالين نونو، مش عشان يلوموه لكن عشان يضموه. نانا قالت لهم: النهاردة هنرجع لنونو عشه، بس بطريقة جديدة. كلنا هنساعد وكل واحد ليه دور. نونو قال لها: وانا دوري ايه؟ نانا بابتسامة تقوله: دورك تبدأ بحاجة بسيطة، هات الفرع ده وحطه جنب الفرع اللي السلحفة شالته. نونو بص للفرع، كان تقيل شوية، مش زي وهو بيغني على الغصون، بس قرر يجرب. نونو بصوت خفيف يقول: تقيل بس مش مستحيل. الأرنب يضحك ويقوله: أهو هو ده الكلام، شد حيلك يا نونو. السلحفاة الحكيمة تقوله: الشغل مش لازم يبقى خفيف عشان يبقى جميل، أوقات التعب هو اللي بيخلي الحاجة غالية. فضلوا يشتغلوا سوا، الأرنب يلم عيدان طويلة، والسنجاب يجيب ورق، والسلحفاة تنظف الأرض، نانا تنظم البنا. ونونو بدأ يحس بحاجة غريبة، مش التعب، لأ، بدأ يحس إنه جزء من الصورة. نونو وهو فرحان بيقول: أنا بحط فرع فوق فرع، العش بيرجع قدامي. نانا وهي بتبتسم: شايف، مش لازم تبقى نملة عشان تفهم معنى الفريق. وقتها الشمس بدأت تطل من تاني، ونقطة مية نازلة من جناح نونو، مش باين إذا كانت من مطر ولا من دمعة، بس اللي باين إن قلبه بدأ يتغير. جميل جدا، نكمل مع بعض. بعد ساعات من الشغل العيدان اتجمعت، الورق اتنضف، والخيوط الصغيرة اتلمت حوالين بعض. العش الجديد بدأ يتكون، مش فوق الشجر، لأ، لكن
في قلب نونو. نونو وهو بيبص للعش ومندهش، ده شكله أجمل من اللي كان عندي. نانا بتقوله عشان انت شاركت في بنائه، وكل حاجة بنيناها بإيدينا بتلمع أكتر من أي دهب. السلحفة قالت وأنا سعدت، أول مرة في حياتي أشتغل في عش طاير. والأرنب قال وده أول عش فيه لمسة من كل حيوان مختلف. السنجاب قال لهم أنا شايف إنه أجمل عش في الغابة كلها. ونونو سكت لحظة وبص لنفسه، مش بجناحاته لكن بص بقلبه. نونو وهو فرحان وخجول منهم بيقول لهم أنا كنت فاكر إني لو غنيت وطار صوتي الناس هتحبني، بس دلوقتي فهمت إن الحب بيجي من الشغل، من المشاركة، من الإيد اللي بتتمد لحد تعبان. نانا قربت منه وتقوله يعني بقيت واحد مننا؟ نونو قال لها أنا بقيت واحد منكم، وأنا أول واحد هيساعد أي حد محتاج. وقبل ما الشمس تغيب نونو طار، بس مش لوحده، طارت معاه ذكريات اليوم وأصوات الضحك ولمسة الشكر اللي عمرها ما بتتنسي. الليلة كانت أول ليلة ينام فيها نونو جوه عش هو ساعد في بنائه، وكان نومه أعمق من كل مرة نام فيها قبل كده. الصبح طلع والعش الجديد بيبرق من قطرات الندى، ونونو صحي بس مش زي كل مرة. المرة دي صحي وهو حاسس إنه مش لوحده. نونو وهو بيغني ومبسوط، أنا نونو مش زي زمان، دلوقتي قلبي مليان حب وأمان. خرج نونو يطير حوالين الغابة، بس المرة دي مش عشان يلعب، كان بيدور على حد يساعده. وفجأة سمع صوت بومة كبيرة بتحاول تشيل كتب تقيلة من تحت شجرة مقلوبة. البومة تقول يا باي، الكتب بتاعتي اتبلت وأنا مش قادرة أشيلهم لوحدي. نونو جري عليها بسرعة وقال لها أنا جاي، ما ينفعش تشتغلي لوحدك. ونزل نونو وبدأ يشيل معاها الكتب صفحة صفحة، ويحطهم في مكان ناشف ويغطيهم بورق شجر زي المكتبة الصغيرة. البومة استغربت وهي بتبصله وتقوله انت نونو اللي كان بس بيغني؟ نونو ابتسم لها وقال لها أنا هو اتغيرت شوية. ومن هناك بدأت المغامرة. نونو قرر يعمل حاجة جديدة، فريق الإنقاذ الطيار. كل حيوان صغير محتاج مساعدة، نونو وصحابه يكونوا أول ناس يوصلوا. السلحفة ترسم خطة، بيجري يبلغ، نانا تنسق ونونو يطير قدام. في أرنبة صغيرة تايهة يلاقوها، في سلحفة وقعت في حفرة يطلعوها، في قنفذ محتاج بيت يبنوله عش صغير من القش. وفي كل مرة نونو كان بيرجع العش وهو تعبان، بس كان بيبقى مبسوط. نونو في نهاية اليوم بيقول زمان كنت بغني لنفسي، دلوقتي بغني للحب وبشتغل عد أيام. وكل يوم نونو بيعمل حاجة جديدة، مش بجناحاته لكن بقلبه. وأخبار نونو الجديد بدأت تنتشر في الغابة. العصفور اللي كان بيغني لنفسه بقى بيطبطب على غيره. نانا بتقوله النهاردة عندنا حفلة،
مش أي حفلة، ده يوم نونو. الغابة كلها اتجمعت، مش عشان يتفرجوا على نونو بيغني، لأ، عشان يشكروه. السنجاب بيقول: نونو ساعدني وأنا كنت مش لاقي مكان. والسلحفاة ببطء كان أول حد يمد إيده قبل ما أطلب. الأرنب كان ممكن يطير ويسيبنا، بس اختار ينزل ويشارك. وسط الهتاف والتسقيف نونو طلع يقف قدامهم، بس المرة دي صوته ما كانش عايز يغني، كان عايز يعترف. نونو مكسوف شوية ويقول: أنا كنت شايف نفسي أعلى منكم، كنت فاكر إن الجناحات بتخلي الواحد كبير، لكن اللي بيكبر القلب هو اللي بيشيل مع الناس مش لوحده. نونو بيكمل ويقول: أنا اتغيرت، مش عشان كنت غلطان وبس، لكن عشان لقيت حد وقف جنبي وأنا لوحدي. نانا، البومة، الأرنب، كلكم. العيون اتدمعت، مش من الحزن، لكن من اللحظة اللي فيها الكلمة الصح اتقالت. نانا قالت بهدوء: نونو، احنا كمان عندنا ليك مفاجأة. نانا قالت له: دي ريشة من ريش طائر الشمس، محدش بياخدها غير اللي قلبه طيب من جواه. ريشة خفيفة لكن فيها معنى عمره ما يتوزن. نونو أخدها وحطها في جناحه، مش عشان يطير بيها، لكن عشان تفضل دايما تفكره إن الطيران الحقيقي مش بس في السماء، الطيران الحقيقي جوه القلب. كل بطل مهما تغير بيجي عليه يوم حط في اختبار بجد، مش اختبار عضلات ولا صوت، ده اختبار قلب. في يوم نونو وهو بيطير بعيد شوية عن الغابة شاف حاجة غريبة. نونو وهو مندهش بيقول: ايه ده مش غابة عادية، كانت أرض واسعة فيها أكل كتير ومكان دافي ومية نقية وجناحات بتطير حواليه. مش ناس غريبة، دول عصافير زيه، لكن أغنى وأشيك وأصواتهم أقوى. صوت عصفورة ناعمة بتقوله: انت من غابة نانا؟ دي غابة بسيطة قوي، تعالى هنا عندنا مهرجانات أجنحة مطلية بالعسل. نونو بصوت متردد: أنا أنا بحبهم، بس عصفور تاني قاله: بس انت تستاهل أكتر، صوتك، جمالك، شخصيتك، انت تستاهل تكون نجم مش مساعد نملة. نونو وقف محتار، رجليه في السما بس قلبه تقيل. صوت جواه بيقوله: لو فضلت هنا هتعيش مرتاح وهتبقى نجم. صوت نانا في خياله يقوله: لو بعدت مين هيمد ايده للي محتاج له؟ وفي عز تفكيره جاله صوت عالي، صوت أرنوب بيصرخ من بعيد: نونو، يا نونو، نانا وقعت في البير، محتاجينك حالا. نونو بص قدامه، الغنى والشهرة والأكل، الطرف، وبص ورا، أصحابه، الحكاية اللي بدأت والريشة اللي أخدها يوم اعترافه. أخد نفس عميق وقال: أنا نونو، مش اللي بيطير فوق الناس، اللي بينزل ليهم. نونو طار بسرعة عمره ما طار بيها، رجع للغابة وحفر مع الأرنوب والسنجاب ونزل ينقذ نانا بإيده.
نانا وهي متأثرة بتقول كنت عارفة إنك هتيجي. نونو وهو بيحضنها مفيش جناحات توصلني لأماكن أجمل من هنا. الليل نزل على الغابة بس ما كانش ليل زي باقي الليالي. الهوا كان مليان حكايات والأرض كانت بتحكي بلغة الصمت. نونو واقف فوق غصن عالي مش بيغني بس ساكت، سكوت له معنى. نانا بهدوء بتقوله مش ناوي تغني النهاردة يا نونو؟ نونو بابتسامة حزينة كنت بغني عشان أحس إني موجود، بس النهاردة حاسس إني موجود من غير صوت. نانا هو ده المعنى الحقيقي. نونو أنا طول عمري كنت بدور على مراية أشوف فيها شكلي، جمالي، صوتي، بس دلوقتي أنا عايز أبقى في مكان مفيهوش مرايات، مفيهوش حاجة ترجعلي صورتي، بس يرجعلي إحساسي. نانا سكتت وبعدين طلعت ورقة كانت بتحتفظ بيها من زمان. نانا قالتله تعرف النملة العجوزة اللي علمتني كل حاجة؟ كانت كاتبة على الورقة دي مش مهم انت بتعرف تعمل ايه، المهم بتعمل ايه لما اللي حواليك ما يعرفوش يعملوا. نونو قرأ الجملة وما قالش حاجة. وفي اليوم ده قررت الغابة تدي نونو لقب محدش خده قبله، قائد بلا كرسي. نونو ما كانش محتاج جناحات جديدة، كان محتاج يشوف الدنيا من جوه مش من فوق. ومش مهم هو كان بيغني قد ايه، المهم ان صوته بقى جزء من لحن كبير، لحن بيتلعب كل يوم لحد ما يختار يساعد، يسمع، يحب. وفي الغابة وسط الشجر والضحك والسكوت بقى فيه بطل مش خارق لكن صادق. نونو موصلش للنهاية، نونو ابتدى حياة. النهاية أو يمكن بداية تانية. استنونا في بيت الحواديت واشتركوا في القناة وسيبوا القصص تمشي معاكم، عشان القصص دي مش بس للتسلية، دي نجاة. Goodbye.